يلا بينا بسم الله. ابتدينا المرة اللي فاتت واتكلمنا على طاقة الحركة وخدنا القانون بتاعها والعوامل المؤثرة، وبنكمل المسائل النهاردة وبنكمل طاقة الحركة بمسألة مهمة جدا. بيقول لك احسب السرعة. طيب ايه المشكلة يعني احسب السرعة؟ قال لك المشكلة ان القانون ما فيهوش كلمة سرعة مباشرة، ده فيه كلمة مربع السرعة. يعني احنا قلنا فوق طاقة الحركة وتحت نص الكتلة في مربع السرعة. جميل. وانا عايز في المسألة دي نحسب مربع السرعة، وعلشان تحسب مربع السرعة هتبقى طاقة الحركة على نص الكتلة. طيب يبقى انا لو عايز نجيب مربع السرعة هتبقى بتساوي طاقة الحركة على نص الكتلة. ولو انا مش عايز النص دي تحت نعمل فيها ايه؟ نطلعها فوق فتبقى 2/1. عايز تسيبها زي ما هي سيبها زي ما هي. طيب تعالى نحلوها مره كده ومره كده. طب مستر ايه المشكله؟ المشكله ان انا اللي هنجيبها هي مربع السرعه وهو عايز نحسب السرعه لوحدها. طب انا لو معايا مربع السرعه وعايز نحسب السرعه هنعمل ايه؟ هنجيب الجذر بتاعها. طيب فبيقول لي لا الصندوق مش الكرسي. طاقة الحركة بكام؟ ب500. الكتلة كلها ب10، نصها 5. 500 على 5 ب100. 100 ايه؟ 100 جول. ده عندها هناك ان شاء الله 100 متر على الثانية. دي سرعة. طيب ده مربع السرعة. طب انا لو عايز السرعة بس هنجيب جذر 100 هتطلع لك ب10 متر على الثانية. وبالنسبة للناس هنقول لك برضو حاجة انت غالبا عارفها. الآلة الحاسبة بتاعتك اهي، وادي الشاشة بتاعتك اهي، في الزراير اللي على الشمال في صف كده على الشمال سيبك منه. تاني صف بقى، تاني ايه؟ صف. تالت زرار من هنا هو ده بقى الزرار اللي فيه الجذر. فالصف اللي على الشمال اهو هتسيبه. الصف اللي بعديه بقى تالت واحدة اهي هتلاقي علامة الجذر. خلاص؟ و تتك عليها هتظهر لك الشكل ده، تروح كاتب جواها 100 او الرقم اللي عندك فيطلع لك الناتج ب10. او في طريقة تانية لو انا معيش آلة حاسبة وليها في الرياضة، هتسأل نفسك ايه الرقم اللي اضربه في نفسه يديني 100؟ 10 في 10 100. خلاص؟ طيب تعال نحلوها بقى بالرموز. هو انا عايز مربع السرعه اللي هو دي تربيع. طب بس هو المفروض طاقه الحركه وكاتب لي نقط في نقط. ما هو عايزك، ما هو هنا بيقول لك طاقه الحركه تروح ضاربها اللي هو النص دي هطلعها فوق وتبقى تحت الكتله بس اللي هي ام. فيبقى طاقه الحركه بكام؟ ب500 هتضربها في 2 وتقسمها على الكتله اللي هي ب10. 1000 على 10 ب100، لان صفر يروح مع صفر. 1000 على 10 هتطلع ب100. يبقى كده تجيب بقى جذر 100 فتطلع 10 متر على الثانية. يلا صفحة 108 انقلها عربي. يقول لي ماذا يحدث مع التفسير؟ تحركت السيارتين A و B اللي ليهم نفس الكتلة بسرعتين مختلفتين. فنيجي على الرسمة، السيارة A اهي سرعتها 80، السيارة B سرعتها 60. هل سرعتهم زي بعض؟ بس هو قال لي كتلتهم زي بعض. ماشي، الكتلة ثابتة سيبك منها، دلوقتي السرعة. هل الاثنين هيبذلوا نفس الشغل ولا واحدة فيهم هتبذل شغل أكتر؟ لا، اللي هي مين؟ إيه؟ الأسرع. يبقى هو بيقول لي إيه اللي هيحصل لما العربيتين دولت اللي ليهم نفس الكتلة يمشوا بسرعتين مختلفتين؟ هتقول له السيارة الأسرع هتبذل شغل إيه؟ أكتر. طب هي ليه بذلت شغل أكتر؟ لأن عند زيادة السرعة هتزيد طاقة الحركة. ده شيء طبيعي، لأن دلوقتي العربية اللي ماشية علشان تمشي بسرعة أنت هتبذل شغل، غير إن أنت هتتك أكتر على البنزين، بس المحرك ذات نفسه هيبذل شغل أكتر عشان يحرك العربية أسرع. عشان كده الولاد يمكن عارفين الكلام ده، لما يبقى عندهم عربية وبابا يبقى قاعد جنبك ويقول لك اركنها وكده وتتك على البنزين جامد، يروح على طول زريري وبالراحه يا لما تدوس جامد على البنزين يد عشان الموتور لان كل ما
تدوس جامد الموتور بيلف اسرع، عشان كده بتسمع لما تيجي ايه رجلك تتك جامد على ده بيخلي الموتور يلف بسرعه، وطبعا هيبذل شغل اكتر. عشان كده اللي دايما بيسافر بالعربيه ايه في الكتاب، دايما اللي بيسافر بالعربيه كتير وبيستخدمها في المشاوير بيستهلك العربيه، فلما يجي يبيعها بيبيعها ايه ارخص. ليه؟ ما هو ماشي بيها كتير، يبقى استهلك الموتور، والموتور بذل شغل كبير، فبالتالي بيبيعها بسعر قليل. اما بقى عشان دايما كده يقول لك ايه العربيه دي استعمال طبيب، ليه؟ الدكتور بياخدها يركنها قدام العياده ويطلع عنده كشوفات وكده، يروح واخدها ومروح راكنها تحت البيت، لا بيلف بيها يمين ولا بيلف بيها شمال، ياخدها يركنها وبعد كده وهو مروح ياخدها، مجرد كده ايه رايح جاي. فيقول لك استعمال طبيب يعني ما بيستخدمهاش ايه كتير. خلاص طيب، فبيقول لك هو فعلا الاجابه اهي، تبذل السياره ايه شغل اكبر. يا مستر ده رغم الكتلتين زي بعض، يقول لك ماشي بس السرعه مش زي بعض. طب ليه طيب السياره ايه تبذل شغل اكتر؟ لان احنا قلنا الحصه اللي فاتت كل ما هتزيد سرعه الجسم هتزيد طاقه الحركه، لان في بينهم علاقه ايه طرديه، وبالتالي الشغل المبذول هيبقى اكبر، سواء من الموتور وده الاساسي، او حتى منك وانت بتضغط على البنزين عشان تمشي تتكه جامد على البنزين. ولكن هي الفكره كلها ان الموتور هيبذل شغل اكتر، او المحرك بتاع السياره هيبذل شغل اكتر عشان يحرك. طيب يبقى هنا العربيتين ليهم نفس الكتله بس السرعه اتغيرت. طيب سؤال تاني بقى، السياره ايه مع الشاحنه سي بنفس السرعه. فعلا السياره ايه سرعتها 80 والشاحنه بي سرعتها 80، بس مختلفه في الكتله. برافو، لا كتله الشاحنه مش زي كتله السياره. مين اكبر؟ يبقى هي اللي هتبذل شغل بس المره دي زياده الكتله مش السرعه، لان الاثنين نفس السرعه 80 و80، يبقى هنقول له هتبذل الشاحنه شغل اكبر بس الاثنين نفس السرعه. قال لك اصل كل ما بتزيد الكتله هتزيد طاقه الحركه، لان برضه العلاقه بينهم طرديه. ليه؟ اصل العربيه هتشيل كام فرد يعني 5 6، بينما الشاحنه تبقى شايله بضائع اوزان وكتل كبيره، وكل ده حمل على العربيه، فلازم يبذل شغل. ده غير ان المحرك بتاعه بيبقى اقوى من المحرك بتاع العربيه الملاكي. ليه؟ لان العربيه الملاكي يعني بتشيل كام فرد، بينما الشاحنه وخصوصا بقى زي ما انت شايف صورتها كده العربيه الصندوق اللي بتبقى مليانه بضايع وكتل كبيره، فلازم المحرك يبقى قوي ويبذل شغل كبير عشان يقدر يحرك كل الكتله اللي وراه دي. فكأنه بيقول لك طالما طاقه الحركه لو الكتله بس زادت هتزيد طاقه الحركه، لمجرد ان الكتله زادت بس نفس السرعه واحده بس هتزيد طاقه الحركه. ولو السرعه بس اللي زادت، سرعه بس الكتله ثابته، برضه طاقه الحركه هتزيد. طب لو الاثنين بقى طاقه الحركه هتزيد اكتر، لان الكتله زادت والسرعه زادت، فكده هتبذل شغل اكتر. عشان كده لو الشاحنه شايله كتله كبيره وماشيه بسرعه كبيره، ده يبقى المحرك بقى الله يكون في عونه، هيبذل شغل كبير علشان يحرك السياره دي بسرعه كبيره. طيب ما هو انت لو مذاكر مش هتقول اللي انت بتقوله ده. انت لو مذاكر مش هتقول اللي انت بتقوله ده. ما ينفعش المقارنه تبقى عشوائيه. ما ينفعش تقول ايه لو عربيه كتلتها صغيره بس ماشيه بسرعه كبيره، والتانيه كتلتها كبيره وماشيه بسرعه صغيره. ما ينفعش، انت واخد حاجه اسمها متغير الضابط ونوع المستقل، لازم يبقى حاجه ثابته. لكن انت غيرت الاثنين، لا ده اسمه بقى ايه عشوائي. طب ما شيء طبيعي لو قلت لك عربيه صغيره خفيفه وماشيه بسرعه كبير، طب ما شيء طبيعي. لا انت لازم تثبت حاجه علشان تعرف تقارن. لكن انت مغير السرعه والكتله هنا ومغير السرعه والكتله هنا، لا دي مقارنه عشوائيه، ما ينفعش تكون مقارنه علميه. طب وبعدين هو ده ايه في الدرس؟ قال لك هنرسم رسم بياني. ايه ده؟ رسم بياني؟ يا مستر احنا علوم مش رياضه. قال لك ما هو ابوهم من بعضه، الرياضه والعلوم. طيب عايزين نرسم علاقه بيانيه بين طاقه الحركه والكتله، ومره الثانيه طاقه الحركه والسرعه. ماشي يا مستر، بس هنا بيقول لي طاقه الحركه والكتله عند ثبوت السرعه، وهنا بيقول لي طاقه الحركه والسرعه عند ثبوت. ايه موضوع ثبوت السرعه هنا وثبوت الكتله هنا؟
في مثل في مصر، مثل منايل بنيلة اسمه التالتة تبتة. طيب ايه التالتة تبتة ده؟ ده مثل يدعو للفشل. بيقول لك ايه؟ انت هتفشل في اول مرة وهتفشل في تاني مرة، بس هتنجح في تالت مرة. طب انا ما ينفعش انجح من اول مرة؟ اقول لك يعني تبوظ لنا المثل؟ طب ايه المثل المنايل؟ طب افرض انا نجحت من اول مرة، طب افرض انا نجحت من تاني مرة. لا انت حكمت علينا هنغلط اول مرة، هنغلط تاني مرة ونتعلم من تالت مرة. لا طبعا مش شرط، انا ممكن اتعلم بعد ال20 اصلا مش من تالت مره اصلا، خد بالك. فمش مقياس. المثل ده ليه اصل عندنا في الفيزياء، بيقول لك التالتة ثابته، مش التالتة ثابته. بس تقريبا اللي شاف احوال وهو بيقراه. ايه التالتة ثابته ده؟ يعني لما بيجيب علاقه طردي بين ايه حاجتين، التالتة اللي في القانون دي بتبقى ثابته. يعني بص كده، مش هو بيقول لي في علاقه بين طاقه الحركه والكتله؟ مين التالتة بتاعتهم؟ السرعه، تبقى ثابته. او هنا عايزين نجيب علاقه بين طاقه الحركه والايه والسرعه، يبقى مين الثالثه بتاعتهم؟ الكتله، يبقى الكتله ثابته. يبقى لازم لما نجيب علاقه بين حاجتين لازم يبقى الثالثه ايه؟ لان لو كله بيتغير زي المثال بتاع زميلنا، كله عادي يتغير، هنقارن ازاي؟ نكمل بعد كده. يلا بقى نرسم رسم بياني. طبعا عادي نفس الرسمه او نفس الطريقه اللي كنا بنرسم بيها في سنه 6 والسنه دي حتى انت عليكم رسم بياني. يعني مثلا مديني طاقه الحركه 1 2 3، فنعمل التدريج 1 2 3 4 5 عادي. مديني الكتله 2 4 6، نعمل التدريج بتاعها 2 4 6 8 10، مفيش مشكله. وبعد كده الكتله ب2 مع طاقه الحركه ب1 اهو، الكتله ب2 طاقه الحركه ب1 نطلع بينهم ونعمل نقطه، مش اي حاجه. كتله ب4 طاقه الحركه ب2، يبقى عند الكتله ب4 افضل طالع عند طاقه الحركه ب2. الكتله ب6 طاقه الحركه ب3، الكتله ب6 اهي طاقه الحركه ب3. وايه، انا لازم التزم بالارقام، نعملها كده، اوعى تطولها لغايه تحت او تطولها لغايه فوق. بترسم الجدول اللي مديهولك بالظبط كده. هو انا ممكن يجي لي رسم بياني طبقا للمنهج ممكن، وساعتها لازم هيبقى جايب لك ورقه رسم بياني في الامتحان. خلاص، ويا ريت يجيبها ما فيهاش حاجه، يهون بقى من نص الكتله في مربع السرعه، واللي ينسى يجيب نص الكتله، واللي ما يجيب مربع السرعه يقول لك 3 في 3 ب6. طب هنا بقى بيقول لك لو حبينا نوازي بالارقام، يعني اهي طاقه الحركه نص 2 4 ونص، برضه اكتبها يا ايه 1 2 3 4 5 اهي، ويبقى النص بين الواحد والصفر، ما هو ده صفر، والاربعه ونص بين الاربعه والخمسه، بيقول لك بين الخمسه، بين الاربعه والخمسه. طب مربع السرعه 1 4 9، تمشيها برضو 2 4 6 8، ويبقى الواحد بين الصفر والاثنين، والتسعه بين 8 و10. هو اللي ما بيردوش دولت مش فاهم، مش عارفين ساقطين حساب ولا هم مش عايزين يردوا؟ طيب بس هتبقى طويله قوي. راف وجنى بطلوا بص لبعض. مش قلت لك انا؟ طيب مربع السرعة 1 مع نص اهي، 1 بين الصفر وبين الاثنين مع النص اللي بين الصفر والواحد. 4 مع 2 دي سالكة، 4 مع 2 تروح عامل نقطة. 9 مع 4 ونص، التسعة بين الثمانية والايه؟ والعشرة اهي، والاربعة ونص بين الاربعة والخمسة، وتوصلهم ببعض. حاجة كده شياكة وجميلة ما فيهاش أي حاجة، وصلنا شبه الرياضة ايه؟ بالظبط. ايوه مش فاهمة فيها ايه؟ ايه اللي مش فاهمة؟ الارقام اهي عملناها 1 2 3 4 5، ايه المشكله؟ عايز تعمليها كام؟ لا النص مش عارف النص ده رقم بين الصفر وبين مش النص ده نص الواحد اهو، مش ده واحد، هتيجي عند النص هنا وتروح عامله الكوره اهي. والاربعه ونص فوق الاربعه وتحت في نص بين الاربعه والخمسه اهي، في النص بالظبط بين الاربعه والخمسه. خلاص، نفس الكلام هنا التسعه، مش انا عملتها 2 4 6 8 10،
التسعة بين التمانية والعشرة. بس محتاجة منك ايه، جربي ارسميها كده في البيت هتلاقيها سهلة وجميلة وزي الفل. زي ما تطلع زي ما تطلع. طيب قول عايز ايه؟ كان في مربع سرعة وفي سرعة. السرعة ده كان بنعمله ايه؟ تربعها. لا مجرد كان 3 تجاوب كده. واحد بتاع فك الحركة وواحد بتاع مربع السرعة وواحد تاني مربع ما بقول لك السرعة وتربعها. صح، عشان هو مش هو دايما في المسألة بيديك السرعة وانت بيجيب مربع السرعة. طيب زي ما عملنا في الدرس اللي فات مع طاقة الوضع هنعمل النهارده مع طاقة الحركة. فبيقول لي مديني إذا قلت الكتلة للنص مع ثبوت السرعة، اداني كتلة وايه؟ وبما ان الكتلة والسرعة من العوامل المؤثرة في يبقى الإجابة لها علاقة بطاقة الحركة. فاكرين في الدرس اللي فات لما كان بيديني الوزن والارتفاع ونقول الوزن والارتفاع من العوامل المؤثرة في طاقة الوضع؟ هنا مديني الكتلة والسرعة، والكتلة والسرعة من العوامل المؤثرة في طاقة الحركة. وبعد كده ندور على ايه يا منى؟ قال لي حاجة ثابتة ولا لا؟ هو قال لي مع ثبوت السرعة طلعت ثابتة. كده اتبقى الكتلة مع طاقة الحركة. واحنا قلنا الحصة اللي فاتت العلاقة من الكتلة وطاقة الحركة علاقة طردية، فطالما دي قلت يبقى دي قلت، طالما دي نص تبقى دي نص، يبقى تقل طاقة الحركة للنص. يبقى كتلة وسرعة تبقى طاقة الحركة. قال لي ثبوت نطلعها بره الموضوع. كده اتبقى الكتلة وطاقة الحركة علاقة طردية، قلت تبقى تقل، نص تبقى نص. عشان كده اللي مذاكر الدرس اللي فات هيحس ان دي سهلة. اما للأسف لان في ناس فينا مقضيينها كروتة وانت حر. هو ربنا شايفك زي ما ربنا شايف كل واحد قاعد وشايف مين مركز ومين نايم، مين باصص ومين سرحان. ربنا بيشوفك وانت في البيت بتذاكر ولا بتذاكرش، وانت بتعمل واجب بتحمله ولا بتغش، وانت حر. كله يا ابني بيتكتب، خير بيتكتب شر بيتكتب، وانت حر. بس ما تنساش بس ان ربنا شايفك عشان الناس اللي مقضيينها طناش. طيب واحدة تانية بيقول لي زادت السرعة مع ثبوت الكتلة، برضو مديني كتلة وايه؟ يبقى طاقة الحركة. مديني مين ثابتة؟ يبقى طلعها بره الموضوع. كده اتبقى السرعة وطاقة الحركة علاقة طردية، فطالما زادت تبقى تزداد، طالما ضعف تبقى 4 أمثال عشان تربيع. طيب خلينا نفك الجردل الجديد. في يا عم انا لسه جايب واحدة جديدة. هنوزعها في رمضان عادي وتاكلها بعد الفطار. طبعا. لا اللي كل حصه اللي يجاوب هيفضل ياخد عادي وياخدها في جيبه وياكلها بعد الفطار. طيب يبقى تاني بقى، يبقى هنا في حته لازم تاخد بالك منها. بما ان طاقه الحركه تتناسب مع مربع السرعه، فلو جاب لك السرعه ضعف، وبما ان ضعف يعني وهتضربها في نفسها يبقى 2 في 2 ب4، ولو قال لي ب3 فهتبقى 3 في 3 9 امثال قيمتها، ولو قال 4 هنقول 4 في 4 16 مثل او 16 ضعف قيمتها، ومش لازم كلمه تكتب قيمتها يعني 4 امثال. طيب يبقى مره مع الكتله، والكتله شبه الدرس اللي فات مفيش تغيير، بينما لو معاك سرعه لازم تضربها في نفسها. طب افرض بقى ما ادانيش حاجه ثابته بيصعبها اكتر. يلا بينا. برضه اداني كتله وايه؟ سرعه، تبقى طاقه حركه. واحده فيهم ثابته؟ لا يبقى هنضربهم في بعض. يلا بينا. بس انا مش بشرح لنفسي يا مريم، سايبانا معايا تهرشي في التخته. هتضرب الكتله في السرعه. الكتله بكام؟ اهي. سرعه ضعف، وضعف يعني 2. برافو. هكتبها 4 لان احنا اتفقنا لما بيديني السرعه لازم اضربها في نفسها عشان نجيب التربيع، فطالما السرعه ضعف وضعف يعني 2 دي في السرعه، يبقى مربع السرعه 2 في 2 تبقى 4. نص من 4 كام؟ 2. طالما ب2 يبقى الاجابه ضعف.
تزداد للضعف. طب ليه ما قلتش تقل للضعف؟ هو في حاجة اسمها تقل للضعف؟ لا، طالما قلت يبقى نص، ربع، تلت، تسع، تمن، سبع كده خلاص. لكن طالما فوق الواحد يبقى زادت. لو طلعت باتنين يبقى زادت للضعف، طلعت بتلاتة تزداد لثلاث أضعاف، طلعت بخمسة تزداد 5 أضعاف. يبقى اداني كتلة وسرعة تبقى طاقة الحركة. الكتلة بنص اهي، بس السرعة ايه؟ اروح يضاعف يعني 2 في 2 تبقى 4، نص الأربعة 2. طب تعالى نلعبوا نفس اللعبين. برضه اداني كتلة وايه؟ سرعة. يبقى الإجابة لها علاقة بطاقة الحركة. هنضرب لحد تاني واحدة فيهم ثابتة؟ لا. يبقى اضربهم في بعض. الكتلة بكام؟ ربع. ادي الربع. السرعة ضعف يعني 2، اروح ضربها في نفسها 2 في 2. الأربعة راحت من الأربعة طلعت، وطالما طلعت بواحد تبقى ثابتة كما هي، لأن احنا قلنا وقتها أي حاجة تنضرب في واحد هتفضل زي ما هي. 10 في واحد ب10، 100 في واحد ب100، مليون في واحد بمليون، مليار في واحد بمليار. طيب لا هنا شرحها بطريقة يعني سيبك منها كأنها مسألة، لا سيبك منها، احنا كده كده خدنا المسائل. يلا نحلهم مع بعض. بيقول لك جسمان اكس وواي، جسمين اكس وايه؟ كتلة اكس ضعف واي، ماشي، وسرعة اكس نص واي. هل الطاقة الحركة بتساوي بعض ولا لا؟ مع التفسير. هنا هتضطر تعملها بالارقام، ركز بقى عشان دي عايزه ناس ليها في الرياضه. مش احنا قلنا كتلة اكس ضعف واي، يعني لو اكس ب4 تبقى واي، ولو حطيت دي 6 تبقى دي، ولو دي 10 تبقى دي. المهم ان اكس تبقى ضعف واي، الاربعه ضعف الاثنين، والخمسه ضعفها 10. فالمهم تحط الرقم ده بحيث يبقى ضعف ده. لو ده 10 يبقى ده 5، لو ده 8 يبقى ده 4، لو ده 6 يبقى ده 3، لو ده 4 يبقى ده 2. طيب سرعة اكس بقى نص واي، يبقى لازم الرقم ده يبقى نص اللي تحتيه. الاثنين نص، الاربعة، ولو دي 3، لو دي 5، لو دي 9، 18، لو دي 35، 70. طيب وبعدين بعد ما حطينا ارقام يعني ينفع نغير الارقام دي؟ المهم ان يبقى اكس ضعف ايه؟ واي، الرقم ده ضعف ده، وسرعه اكس نص واي، الرقم ده نص ده. حطها الارقام اللي انت عايزها، بس يعني هو بيجيب لك ارقام بسيطه. طيب تعالى نجيب طاقه الحركه. طاقه حركه الجسم اكس بيساوي نص الكتله، كتله اكس بكام؟ يبقى نصها في مربع السرعه، سرعه اكس ب2، يبقى المربع 2 في 2 ب4، 2 في 4 ب8 جول، يبقى طاقه حركه اكس ب8. هات نجيب طاقه حركه واي، برضه نص الكتله في مربع السرعه، الكتله بتاعت واي ب2، الاثنين نصها 1. سرعه واي ب4 يبقى مربع السرعه 16، 16 في 1 هل قد بعض؟ لا. فعشان كده بيقول لي طاقة حركة اكس لا تساوي طاقة حركة واي، مش زي بعض. وبعد كده بقى جايب لك مقارنة بين الاثنين. دي من الدرس اللي فات كاتب لك تعريف دي وتعريف دي، العوامل المؤثرة هنا وهنا، القانون بالرموز، والوحدة اللي بنقيسها، الاثنين يقاسوا بالجول. وهنقف لغاية هنا لا لسه عندنا الصفحة دي واجب، فهنقف لغاية صفحة 112 والجزء الأصفر واجب. طلع كتابك وعلم.